ومربة خوخة خوخة، لو ما دقتش منها تفاحة فاحة هتقع من الدوخة. ويا حلوة يا خوخة خوخة، وحلاوتك يا خوخة، ومربيتك العسل. وتعالي يا تفاحة دوقي من المربى يا تفاحة، واوعي تقعي من الدوخة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا متابعينا في قناة يانا يا مرات اخويا، انا خوخة. يلا نعمل حاجة النهاردة يعني جميلة جدا، والاطفال كلها بيحبوها ومغذية جدا. هتعملي ايه؟ هنعمل الجزر مع السفندي. هتعملي ايه يا خوخة؟ خليكي معايا لاخر الفيديو واقول لك هنعمل ايه، وهاجي معاكي خطوة خطوة. تمام ولا اقول لك دلوقتي؟ يلا اقول لك دلوقتي. انا هعمل مربى جزر بالسفندي. في مربى جزر بالسفندي، ايوه مربى جزر بالسفندي. هنعمل، خليكي معايا. ومش هبشر الجزر، دولت 4 كيلو جزر، 4 كيلو جزر. تمام، ودولت سفندي. تمام، هنخلي السفندي على جنب كده. تمام، ونشتغل في الايه، في الجزر. هنقطعه طبعا، دولت 4 كيلو، بس احنا طبعا مش بنوزنه صافي بقى بعد التقشير وبعد الحاجات دي كلها، بنوزنه ايه صافي. هنقشر كده. تمام، سريع سريع، ومش هبشره. هقولك هتعملي فيه ايه احسن من البشر، لان انا جربته بالبشر بيبقى ناشف كده، بحس ان هو ناشف. انا هعمله كده. طب ده يا اخوها هيستوى؟ ايوه هيستوى، وهيستوى بسرعه كمان. خليكي بس معايا لاخر الفيديو، وانا هقولك على طريقه جميله تخليه يستوى على طول. هنعمل الكميه كلها بالطريقه دي كده، وسريع سريع. تمام، انا قلت لكم قبل كده ان انا قبلت التحدي، وتعالوا بقى نشوف التحدي مع مين. مع تفاحه اللي هي اخت جوزي، وانا خوخه مرات اخوها. تعالوا شفتي بسرعه ثواني. على فكره الحاجه ديت حلوه جدا، انا ما عدتش بقدر استغنى عنها، يعني بعمل بيها حاجات كتير. قشروا كده. تمام، نقطعها 4 كده كده كده. مش هياخد منك ثواني، ال4 كيلو دولت مش هياخدوا منك ثواني. اهو كده كده. نوزنهم بقى صافي، وهقول لكم توفروا فيه في السكر ازاي. هو المربى بيتوفر فيها سكر يا خوخه؟ ايوه بيتوفر فيها سكر. تعالي، السكر غالي، وهقول لك برضو طريقه برضو توفري فيها السكر عامله ازاي. خليكي بس معايا لاخر الفيديو، وكملي الفيديو وتابعينا لقناتنا، وانت هتشوفي برضو كل حاجات حلوه وجديده ويعني في متناول ايدك وفي المطبخ كلها. نشتريش احنا حاجات غالية كده عشان نعمل وجبة او نعمل حاجة للعيال يعني كده، ولا ايه ولا حاجة. طبعا ديت فيها حاجة اهي اهي. هو ده موسم الجزر. واعملي بقى حد، اعملي مخلل، اعملي مربى. انتي واقفة في مطبخك ملكة، تفكري وتعملي كل اللي انت عايزاه. استغلي الحاجة اللي هي في موسمها دي، بصراحة يعني بتبقى رخيصة وجميلة. كنا بنجيب الجزر بكام؟ ده النهاردة الجزر كيلو وربع وكيلو ونص. انا كنت في السوق وجايباها كيلو ونص، وكانت كيلو وربع برضو. دلوقتي الكمية اهي كلها، اللهم بارك، حاجات جميلة اهي. مش هنقطعها بقى ولا هنبشرها. هنعمل ايه؟ هنجيب الكبة ونحط فيها. تمام، قطة بتحط معايا اهي. حطي يا قطة. هنحط في الكبة. فاكرين لما كانت امهاتنا بتعملها حاجات صغننه كده ورفيعه كده وصغننه؟ كفايه يا قطه، كفايه على الكبه اهي اهي. تمام، ماشي ماشي. هنحطها بقى في الكبه وهنضرب.
نضربها ماشي واحده واحده كده، فتحه على الكب واحده. بعدين بقى شغلي، شفتي ننعم كمان شويه بس كده. نبص عليها كده بصه. ايوه انا عايزاها كده، انا عايزاها كده بقى. شفتي الصغنونه ديت اللي كنا بنعملها ونقعد كده نعملها على ايدينا؟ لا، الكبه بصوا في ثانيه. وعلى فكره ما بتبقاش ناشفه في العمايل، بتبقى حلوه على فكره. انا مجرباها وتحفه، وجربها زمان بعملها كده. يعني الوقت انا وفرت لك جهد انك تقعدي تقطعي وتقعدي تبشري ودراعك يوجعك. الكبه هتعملها لك وبالراحه على الكبه كده، وحبه حبه اهوريها لك اهي. شفتي؟ شفت المنظر حلو كده قوي كده. برضو مش هتاخد منك سوا كتير على البوتاجاز. هنكمل الكميه كلها كده ونرجع لكم تاني. الجزر اهو بعد ما خلص تمام اهوت. هنحط بقى عليه السكر. هنقول لكم ده قد ايه جزر وبيتحط. هنحط عليه بقى كيلو سكر. دولت قد ايه جزر؟ دولت طلعوا معايا 2 كيلو ونص جزر او 3 الا ربع. هتحط عليهم قد ايه يا خوخه؟ والمفروض الكيلو يتحط عليه نص كيلو سكر. لا، انا هحط الكيلو ال3 كيلو ونص دولت هحط عليهم الكيلو ده بس يا خوخه. وهيبقى حلو، هيبقى تحفه. مش هيبقى يعني مسكر قوي كده ولادك ما تعرفش تاكله ولا يجزعوا منه ولا اي حاجه. يبقى حاجه وسط كده. هنسيبه بقى اما السكر يدوب فيه ساعتين 3، او ممكن تعمليه من بالليل وتصبحي تولعي عليه. بس انا هسيبه ساعتين 2 بس واولع عليه تاني، وهوريكم وانا راح اولع عليه عمل ايه. طب السفند هتعملي بايه؟ تعالوا نقول لكم هنعمل بالسفند ايه. ماما الوقت بقى ده السفند ده جه معاد. نعمل ايه في السفند؟ السفند اهو مش هنرمي القشر. هقول لكم هنعمل بيه ايه برضو. احنا ما بنرميش اي حاجه يعني. السفند اهو تمام. سفندي بلدي، سفندي بلدي تمام اهو. هنقشره كله. كم واحده؟ 5 سفنديات اهوت تمام. انا هحط ده في الكب. السفند اهو تمام. هنمسك السفند من هنا كده اهو. هنحوش بقى الايه البذر اللي فيه كده تمام اهو. وهنحطه في الكب مع قشرتين 3 كده، ونضربه ضربه حلوه فين؟ في الكب. نقشر السفند، نعمل نقطعه كله اللي معانا اللي انا اشوفه اهو. تحوش بس عشان المراره ما يبقاش فيه مراره. تعملي ايه يا قطه؟ احط القشر. يبقى انا حطيت. لا كفايه يا قطه، كفايه قشر يا قطه تمام اهو. القشر ده بقى ما ترموهوش برضو، انت عايزاه. القشر ده انا بعينه عشان انا بعينه كده في الفريزر عشان بغسل بيه الفراخ. اما اجيب فراخ واغسلها واجي انقعها انقعها بيه. يعني تجيبيه من الفريزر كده متلج وتفركيه على الميه اللي انت نقع فيها الفراخ، وتحطيه عليها وتغسلي بيها. بيخلي ريحه الفراخ تحفه، ما فيهاش اي زفاره. وبرده السمك ما تيجي تنقعيه كده تقومي ايه حاطه فيه برده قشرتين. يعني انا مش برميه برده، يعني انا بحطه منه هنا وبرجع برده احطه في الفريزر عينه في كيس كده. امشي وراهم بقى، محدش يرمي قشر السفندي، محدش يرمي قشر السفندي. واقوم حاطاه في الفريزر. هنعمل بقى الكميه كلها وهنرجع لكم تاني. نحطها هنضرب اهوت في الكب. انا حطيت قشر اهو وحطيت سفندي تمام. هنضرب بقى السفندي ده لحد ما نعمله عصير. نضربه ضربه كويسه
احنا دلوقتي هنصفيه، هنحط اهوت وهنصفيه. احنا ما حطيناش ميه، ما حطيناش معاه ميه، مفيش ميه معاه. هو انت هتفرميه في الكبه هيعمل فرمه على طول، يعني ايه، هيجيب لك الميه بتاعته على طول، مش عايزين فيه ميه. تمام. هنصفيه كويس جدا، نطلع منه العصير ده. احنا لسه بنصفي، هنكمل ايه تصفيه اهو. صفيه جامد جدا، حتى لو فايت منك اي حاجه هتطلع في التصفيه اللي انت بتصفيها دي. هنصفيه كويس بقى جدا جدا. عملنا ملينا فنجان عصير من غير سكر ومن غير اي حاجه. ده عصير الاستفندي. هتعملي فيه ايه يا خوخه؟ انا هحط العصير ده على الايه، على عصير السفندي اهوت. هنحطه فين؟ على المربى لسه قدامها شويه وتستوي. تمام. فنجان كبيره، المربى لسه قدامها شويه وتستوي. حطيتها عليه ليه يا خوخه؟ عشان انا يعني ايه اللي هما بيحبوه كده. في ناس بتحط عليها قرفه، في ناس بتحط عليها فانيليا. لا، انا بحبه بعصير السفندي او عصير البرتقال البلدي. بس بصراحه اليوستفندي انا جربته بيه، عطوله مزازه وريحه وطعم ما اقولكوش. جربيها وبجد بجد مش هتنسي طعمها وهتعملها على طول. شوفوا الكميه قد ايه، شوفوا الحله مليانه قد ايه، كميه كبيره والله. دي هتمليلك برطمانه كبيره بقى، وجري منها بقى زي ما انت عايزه. والاخر هنعصر عصره ليمونه كده وعليه. بس هي لسه لحد دلوقتي لسه مستوتش. اما تستوى بقى هنطلعها لكم ونوريها لكم هي عامله ازاي ومسكره ازاي. المربى هي بنات بعد ما استوت تحفه على فكره، لسه سخنه. شوفوا بتطلع بخار اهي، تحفه. شفت المربى عامله ازاي؟ شفتي وفيها عسل هي تنزل منها اهو. تمام. والله تحفه وجميله وما خدتش مني حاجه. على فكره انا عليت عليها البوتاجاز وقعدت اشتغل في المطبخ جنبها واقلبها كده من وقت للتاني وما غابتش. وشوفوا منظرها، وشوفوا المفرفته ازاي وعامله ازاي مخرزه ازاي، جميله وتحفه. لو عجبك الفيديو اعملي لايك لاختك خوخه. على فكره بنبسط قوي من تعليقاتكم ولايكاتكم، وشجعوني. وعشان برضو يعني ايه اي حاجه احنا بنعلم بعض، يعني احنا بنتعلم من بعض. كل واحده بتقول فكره وكل واحده بتحط فكره، احنا بنتعلم من بعض. يعني انا ما بعلمش حد يعني. الحمد لله، يعني الحمد لله. عايزاكم بقى تعملوا لي اشتراك في القناة وتعملوا لايك وتتفرجوا على الفيديو بالكامل، عشان ايه تعرفي كل التكات اللي احنا حطيناها وحطينا لها ليه وبتعمل لها ايه. اللي بيديها مزازة اللي هو السفندي، بيديها طعم مزازة جدا. شفت بقى؟ والحلوة خوخة ومربة خوخة لو ما دقتش منها تفاحة فاحة هتوقع من الدوخة. ويا حلوة يا خوخة وحلاوتك يا خوخة ومربيتك العسل. وتعالي يا تفاحة دوقي من المربى يا تفاحة واوعي تقعي من الدوخة.